غسلي الملابس وخذي زي حق خلود وغسلتيه. افتحي عينك. يا تصبح على خير. سامي، مالك ما مشران ومالك شارد؟ ولا شي، لا تشغلش بالك. شكلك متعب. كيف كان اليوم العمل معك؟ الحمد لله. وانتي كيف عمل البيت معك؟ أتعب. عمتي تركت كل المهرة علي، وعمي لعب بسأل علينا ورحنا عيال أخوه. عمي نسي إن احنا يتام وإن احنا في ذمته. يا سامي، تتذكر أمي وأبي لما كانوا يدلعونا ويخافوا علينا؟ الله يرحمهم. سامي، شو حاجة. اليوم شفت خلود بنت عمي كان في يدها دفاتر وأقلام وألوان. تذكرت لما كنت في المدرسة. ايش ادرس يا سامي؟ ولا يهمش، قطوع حاكي عمي واخي يدرسش في نفس المدرسة اللي بتدرس فيها خلود. صدق يا سامي؟ صدق. الآن نزلي نامي. الله يحفظك يا سامي ولا يحرمني منك. يلا هي نزلنا.
سامي سامي سامي، يلا الوقت تأخر. صبوح عشان تروح العمل، يلا. سامي معك ما بتصبحش، معك عمل اتأخر. يا عم حنين. ما لها حنين؟ اشتري تسجلها في نفس المدرسة اللي تدرس فيها خلود. النوبي الله يرحمه كان يحب ان احنا نكمل دراستنا، لكن خلاص انا اشتغل وحنين تكمل دراستها. خير خير ان شاء الله، ما يقع الا خير. اصطبح ذا الحين والحق عملك. حنين هات البيض والكوفية. يا حسن حسن البيض دامي البيض كم البيض؟ الثلاث. حامي حامي طلع احسن بيض، الثلاث. علشان هذا انا كسلت من كل حبة 10 10. يلا دي ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الثلاث. سكر بدل. واحدة. وهذا البيض. اسلام. هذا البيض. دامي البيض حامي. البيض من اشتي بيض من 50. هذول احسن بيض. البيض هذول احسن بيض من 50. البيض حامية. البيض بيض حامي. والبيض على فكرة خير، انا قررت ان حنين ادرس مع خلود. ما هذا الكلام حقك مالك بتزيد لهم الدلع عيال اخوك هكذا. خلي الدلع هذا والحنان اللي بتحن عليهم لبنتك وزوجتك هم احق به. لا بطل يحكش الجنان. انا سامي طلب مني هذا الطلب وانا لا يمكن ارفض هذا الطلب. ولا انه ما تقدر ترفض له. انت اكثر واحدة عارفة ان انا بعد ما توقفت عن عملي ما رجع عني من له. وهو لا عيال اخي المرحوم الله يرحمه. هي ناهي. ايوه، ومن اشتغل لك في المطبخ، ومن ينظف ويطبخ ويكنس، والدار ظهري بيوجعني وما اقدرش اوقف خيرات او تشي نجلس لك ساعه واقفه وظهري يوجعني. خاف الله يا رجال فيني. طيب هذا مش مشكلة.
حنين تكون تعمل عمل البيت كله وبعدين تروح المدرسة. إذا كذا تمام ما عنديش مانع. بعدين لا تنسيش ان احنا مستفيدين من الاثنين. كيف؟ سامي بيشقى علينا وحنين عاد انتبه لبنتنا خلود في المدرسة. ما فكرة. ونكون ضربنا عصفورا بحجر. إذا كذا لا بعدك. وهكذا لا استغنينا عن خدماتهم ولا غسيناهم. سامي جيب الخلقة يا ابني. يلا حبيبي يا سامي، اشتك تدرس تقدر في دراستك، ترفع راس انت واختك. طيب يا بابا تقعدني يا سامي. يلا تفضل يا حبيبي تفضل. يلا مع السلامة. سامي تعال. انت بس يا ابني وش انكر؟ ايش يشوفك شارد؟ في شي شاغلك؟ ولا شيء عن لا تفكر. شوف يا ابني الله ما رزقنيش بولد، لكن الله عوضني فيه. الله يحفظك عن شر. اعتبرني مثل ابوي وانا اعتبرك مثل ابني، واذا في شيء ولا شيء كلمني. تمام؟ حاضر يا عم. هذا حيكون وعد منك. ها؟ وعد منك. ايش اسمك؟ حنين. ليش مش لابسة زي حنين؟ خلاص روحي وما ترجعيش الا بزي.
تسلم يا سامي تسلم. سامي ايش فيك؟ في شيء؟ ولا في شيء عم ناس وش بالك؟ اكيد في حاجة يا سامي. انت وعدتني المرة الاول انك بتكلمني اذا في حاجة. ضروري تكلمني. يا عم حنين اختي. حنين أنا شارو. ايش في؟ من بكره مش هروح المدرسة. ليش؟ لأن الأستاذة قالت لي ما أجيش المدرسة إلا بالزين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يحفظك الحمد لله. وين الغيبة هذا الأيام ما عمسلكش؟ خليها على الله، بعد ما توقفنا عن العمل جالسين في البيت. خير إن شاء الله. ما بلا معي الولد. هذا ابنك ما شاء الله. لا هذا ابن اخي الله يرحمه. الله يرحمه. اصلا ابوه وامه توفوا في حادث سياره. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوه جالس هو واخته عندي في البيت، وانت قدك داري كيف الظروف. أيوه. قلت ادلع عندك اول شيء ترسل اي عمل هنا ما شركن عليه الا عندك انت، وقدوا تكسب في اجر والكل. بس عاد صغير. خليها على الله، والله انقدوا الصدق. خير إن شاء الله خير. سامي بدل ملابسك تعال معي. لا نعم. تعال وما عليك. لا نعم. بتروح أنا وأنت تشتري زي لحني. اعتبر هذا الدن عندي يا عم. يلا يلا اطلع بسرعة. تعال تفضل. سامي كلم بيت عمك خليها حنين تتجهز. يلا بطل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا سامي ما قد معانا؟ يا عم خلي حنين نجهز يا جيل هذا الحين انا وعمي صادق نصير نشتري الهزي. طيب كلمت عمك؟ انا شحر. يلا مع السلامة. قالوا نتصل عمي. حنين حنين. أيوة. يلا في ساعة قومي مشطي شعرك وغيري ملابسك، اخوش حيجي يشلش. حاضر. السلام عليكم. السلام. كيفك يا أمورة؟ الحمد لله. تمام. تمام. شكرا جزيلا. يلا تسلم يا عم صادق.
يلا مع السلامة يا عمورة. ما فيش روح حالك اليوم مدرسة. شوفي كيف البيت مسخان، تشي تروحي المدرسة، نظفيه بعدين تعالي المدرسة يلا. يا سامي جيب الميزان يا ولدي. يا سامي كيف كانت الدراسة مع حنين؟ والله يا عم حنين اليوم ما راحت المدرسة. ليش؟ ما السبب؟ يا عمتي حسبك حنين قالت لا ما تروح المدرسة الا بعد ما تكمل عمل البيت. اسمع يا ابني، ليش ما كنت تساعد حنين بالليل؟ كملوا عمل البيت علشان حنين تبكر الصباح. تمام؟ يلا الله يسمحك. حنين لا تجهز اساعدك عمل البيت عشان تروح المدرسة بدري. تمام أنا بدي أساعدك. ساعدني في هذا. حنين انتظري شوي اشوف نظفتي ولا لا.
تفضلي يا حنين. المطرقة والكير. الحلاق. المقص والمشط. شاطرة حنين. بيت أخي سامي. سامي نصير البيت. الحمد لله على سلامتك يا حنين. ليش تتدخل اليوم وانا ضربنا ولا لا؟ شوف يا سامي، انت اخي، ما اقدر اشوف عيالي يتضاربوا معك وانا ما اتدخل. مرة ثانية لا تدخل. شو يصير فيك؟ لا تشغل بالك علي. يومين ثلاثة وارجع المدرسة.